مرحبا بكم أحبائي المستمعين. النهاردة هتكلم عن موضوع لذيذ جدا وشيق قوي، وهو عن الأبراج. لأن صدفة إن عندي كمية كبيرة جدا من الأصدقاء من نفس البرج، وهو البرج اللي هنتكلم عليه النهاردة وهو برج الدلو. برج الدلو ليه مميزات كتيرة جدا، وهو برج عنه معلومات كتير قوي في كل مكان. لكن المعلومات اللي أنا اكتشفتها بخبراتي الشخصية مع الناس، أول حاجة إن البرج ده فعلا بيشغل مخه كويس قوي، ولولاهم ما كانش هيبقى فيه ناس مبدعين ومبتكرين عندنا في حياتنا. أصحاب برج الدلو مقسومين لقسمين. في قسم منهم بيحب قوي إن هو يتأمل ويقعد في مكان هادي مفتوح، ويتأمل طبيعة، يتأمل منظر، يتأمل موقف، يتأمل تصرفات. وفكرة التأمل دي بتديله فرصة كبيرة جدا ان هو يبتكر ويطور ويحسن، ويعرف العيوب فين، ويعرف ازاي يصلحها. برج الدلو متعب شوية في البنات لانه عندهم نظرة تحليلية للامور، واوقات بيبقى عندهم آه، طريقة كده ان هم بيقدروا يعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده. بيربطوا بسرعة قوي الاحداث، ويعرفوا عندهم توقع يعني بنسبة كبيرة بيبقى ناجح بصراحة. توقع الأحداث اللي بعد كده هتحصل يكون ايه. ممكن احنا نسميها رؤية بعيدة شوية. بس دي بتعمل مشاكل قوي، وخاصة لو بنت. دايما البنت مفروض انها يعني مش مبتكرة، او مش بتتوقع، لان عيب قوي نطلع كلامها صح اصلا في الاخر. فهي بتقول رأي، طبعا الناس بتعترض، وفي الاخر بيطلع الكلام فعلا صح، لان هي بتبقى شايفة بطريقة تانية خالص الامور. في النقطة دي برج الدلو من ناحية الرجال بيبقى طبعا فرصته أحسن في إن هو يشوف الأمور ويستبق الأمور. فانتي لو جوزك أو خطيبك برج الدلو، لا اطمني جدا، لأن هو اوريدي بيبقى عنده الحتة دي قوية جدا. ميزة كمان اكتشفتها في كل مواليد برج الدلو اللي أنا عرفتهم في حياتي، هم بيحبوا قوي الخصوصية في الحياة. ما يحبوش إن هم يبقوا طالعين دايما قدام التلفزيون كده في حياتهم، أو إن هم حياتهم متذاعة على الهوا كل الناس عارفة هم بياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبيخرجوا فين. لا، هم يحبوا يستمتعوا قوي بالخصوصية بتاعتهم. ولما يحبوا يقولوا معلومة أو إن هم راحوا مكان، أوكي، هم اللي بيحبوا يقولوا. وطبعا فكرة الخصوصية دي بتبقى مركزة جدا في موضوع الأسئلة وحب الاستطلاع. فانت لو صديقك أو صديقتك برج الدلو، بلاش الأسئلة كتير قوي، لأن هي بتبقى مقلقة شوية، مش مريحة قوي بالنسبة له. برج الدلو بصراحة معظم مواليد برج الدلو ناس لذيذة جدا، ناس بسيطة وفريندلي، وتحب الكلام وتحب الضحك وتحب انها تقعد في جروبات. ودايما بيحبوا اللي هم جروب صغير تلاقيهم مبسوطين. جروب كبير يعني بيشتغلوا على الهادي، ما بيحبوش قوي التجمعات الكبيرة، بس دايما وجودهم مؤثر جدا جدا. ولو غايبين او مش موجودين، الناس كلها بتاخد بالها. سمة مميزة كمان هضيفها على برج الدلو اللذيذ ده، ناس متواضعة، ما عندهمش فكرة التعالي او الكبرياء. ما تعرفش، هما التأمل ده بيديهم حكمة، بيديهم بساطة، لان هما بيبقوا شايفين الحاجات على حقيقتها قوي، داخلين قوي جوه الحاجة. فبيحسوا ان مفيش لازمة للقلاطة، مفيش لازمة انك تقلل من قيمة انسان. بالعكس، هما دايما عبارة عن كتلة من الطاقة الإيجابية، بيوزعوها على ان كل الناس اللي بيشوفوهم طاقة إيجابية ماشية على رجلين. كلامهم مشجع، وموضوعاتهم شيقة، وطريقة طرحهم للمواضيع بتبقى دايما ملفتة للنظر. أوقات بيحبوا يجربوا حاجات جديدة، فده بيخض الناس منهم شوية، بس هما مش مضرين خالص. يعني هي ممكن ألوان جديدة في الشعر، تسريحات جديدة، لبس very attractive، لبس كده مختلف. آه، طبعا سيدات برج الدلو مش لازم تبقى ماشية قوي على الموضة، لكن هي بتبقى عاملة فاشن لاين أو خط للموضة في دماغها هي. يعني مش لازم يكون حديث جدا، لكن فعلا اول ما تشوفها تقول لا، الست دي شيك جدا، مهتمة بأناقتها، وكل حاجة بسيطة عليها بتبقى حلوة. برج الدلو كمان من اهم الميزات اللي فيه ان هو برج مضحي خالص. يعني ممكن ميفكرش في نفسه، سعادته الحقيقية لما بيشوف الناس اللي حواليه مبسوطين. ما عندوش قوي حتة ان هو انبسط انا الاول او الانانية زيادة، لا. بس هو كمان فيه شوية العيوب دي بتبقى واضحة قوي قوي. احيانا هو معظم الوقت بيبقوا كسلانين خالص. عارفين المود اللي هو الناس اللي تشتغل كويس قوي، ولو كسبت فلوس كتير خلاص تريح شوية. يعني ممكن تاخد فترة في البيت سنة ولا حاجة، اللي هو خلاص انا
تعبت، يعني تعبت بالفلوس دي واشتغلت. بعد كده بتزهق بسرعة، برضو فيهم الصفة دي ان هم كسولين شوية وبيزهقوا بسرعة، فخلاص زهقت من قعدة البيت، فتلاقيها بنفسها ابتدت تاني تدور على شغل وتبتكر حاجة جديدة، وممكن مجال جديد وممكن مكان جديد، ودايما بتبقى منورة كده وشخصية حلوة جدا. لو صديقك أو صديقتك أو جوزك أو مراتك أو خطيبتك أو خطيبك من برج الدلو عامة، برج الدلو حساس قوي، بيحب زي ما بيشجع الناس، بيحب قوي الناس تشجعه، مش بالكذب بس، بيحب قوي المجاملة. واي نوت ان انت تقولي كلمة حلوة، لان الكلمة بتفرق قوي معاهم، بينوروا like they shine. تلاقي حاجة كده راحت منورة على وشهم وعلى المود بتاعهم، كلمة بسيطة. وطبعا لو في كلمة تانية اتقالت ملهاش لازمة، بصراحة بتأثر جامد قوي، لان هما بيحس ان انا بعمل كل حاجة، طب ليه انا بقول كلام حلو خالص، طب مش معقول لا يرجع لي الكلام بالطريقة دي، صعبة شوية. التواضع والبشاشة واللباقة والأناقة وصفات تانية كتير مغموسة بشوية كسل، على شوية حساسية، وممكن حاجات كتير قوي بتطلع لنا الشخصية المبتكرة الجميلة في المجتمع. برج الدلو، معظم الأبراج التانية بيبقى كل فكرهم في الحاجة القريبة، في الشغل اليومين دول، في الفلوس بتاعت الشهر ده. لازم نعمل الحاجة زي ما متعودين طول عمرنا ان احنا نعملها. فلولا الشخصيات او مواليد برج الدلو ما كانش يبقى فيه فعلا مبتكرين وتغيير في الكون ده كله، لان صعب قوي ان هو يبقى برج قاعد بيشتغل عشان ياكل عشان يصرف عشان كده، صعب صعب جدا. الكون كله صعب قوي ان هو يعني ينقص منه حد من مواليد برج الدلو. بصراحة أنا بهني كل الناس اللي برج الدلو، وأتمنى دايما هما يكونوا في أتم صحة وأتم سعادة، وأشكركم جدا إن انتوا تابعتوا النهاردة معايا.